السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي وإخواتي ومتابعيني ومشاهديني أفراد أسرة ملعب أفندينا في كل مكان. أهلا وسهلا بكم ووحشتوني. استكمالا لفيلم عنتر ولبلب، الأهلي بيخطف الكندوسي، الأهلي خلص على مرتضى منصور، الأهلي بيدي القلم الثاني على التوالي لنادي الزمالك. هنقول كل شيء وهنشرح الصفقة تمت إزاي لصالح النادي الاهلي، وازاي الزمالك بعد ما قطع شوط كبير في المفاوضات انتهى بالفشل وبنجاح النادي الاهلي بالحصول على القندوسي. بس فضلا منك وليس امرا ادعم اخوك باللايك، واللي لسه ما اشتركش في القناه فضلا منك وليس امرا اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وتكون واحد من افراد اسره ملعب افندينا. طب يلا بينا، يلا بينا. بص يا سيدي، المستشار مرتضى منصور اللي عمال يطلع يهاجم في الجمهور، واللي بيقول اللي مش عاجبه من جمهور الزمالك ياكل خرا. المستشار مرتضى منصور اللي طلع وقال ما بتحبنيش هتحبني غصب عنك او تاكل خرا، ده انا جايب 19 بطولة. المستشار مرتضى منصور اللي اتخطف منه مروان عطية، وبعد ما الزمالك ما خد على قفاه في القلم الاولاني من الكابتن محمود الخطيب، طلع وقال مين مروان عطيه؟ انا ما اعرفش حد اسمه مروان عطيه، انا داخل في 3 صفقات جباره، والزمالك فعلا كان داخل في القندوسي. ولو طلع حد على قناه الزمالك قال انه ما دخلناش في صفقه القندوسي يبقى كذاب ومنافق. لكن الكابتن مرتضى منصور، المستشار مرتضى منصور، الاستاذ امير مرتضى منصور، احمد بيه مرتضى منصور مش فاضيين لنادي الزمالك، مش فاضيين غير انهم يهزقوا جمهور الزمالك وان هم يقولوا لنا اشربوا من الخراره كلوا خرا، انما صفقات وانتوا مال امكم يا باشا. الصفقات وانت مال يور مزر، هو انا شغال عندكم؟ انا عرفت وبقيت هنا، انا عايز امشي يا سيدي امشي. فين الصفقات؟ فين القندوسي؟ فين الراجل اللي انت وعدت بيه نادي الزمالك؟ لكن الكابتن محمود الخطيب راجل بتاع شغل، راجل مش فاضي، راجل بيفكر في ناديه وفي مصلحة ناديه وحاسس بجمهوره وعايز يسعد جمهوره. الراجل في 5 دقايق خلص الصفقة بمكالمة تليفون. انتوا خلصتوا صفقة القندوسي مع الزمالك؟ لا والله، ده الزمالك عارض 800 ألف دولار، وفي نادي من الجزائر عارض مليون دولار، ونادي خارجي عارض مليون و200 ألف دولار. قال له طب احنا عايزين القندوسي عندنا في الأهلي. قال له اللي يحتاجه الأهلي يحرم على الزمالك. شوف انت طلباتك ايه يا كابتن محمود واعتبر الواد معاك. قال له الولا يطلع على المغرب واحنا نخلص كل شيء. وخلص القندوسي 4 سنين ونص، خطف الصفقة من مرتضى بيه منصور. يا ترى هتطلع تقول ايه يا معالي المستشار مرتضى بيه منصور، يا اصغر مؤلف قانون في مصر، يا اللي جايب لنا 19 بطولة، يا اللي بتقول لنا اشربوا من الخرارة، يا اللي بتقول لنا كلوا خرا. احنا عايزين نعرف بقى سيادتك دورك ايه في نادي الزمالك؟ موجود ليه في نادي الزمالك غير انك تطلع تسب في الاعراض وتشتم في الناس وتهين الناس المحترمة؟ دورك ايه في نادي الزمالك؟ عملت ايه لنادي الزمالك السنة دي غير الخراب في كل شيء، الخراب في كل الالعاب الجماعية؟ حتى الصفقات جبت لنا لعيبة كاس اشي سامسون على اشي نضايا على اشي واشي وكلهم شوية خيش وقش. يا معالم مستشار اتعلم من الكابتن محمود الخطيب، ما بيتكلمش بس بيفعل. الكابتن محمود الخطيب بيلسع القلم التاني. ويا ترى هنطلع نقول ايه بقى على قناة الزمالك؟ قناة المطبلاتية اللي كانوا عاملين حفلة وليلة. اصل احنا جبنا ناصر المنسي اللي لعب 15 ماتش جاب جون وصنع جون. جبنا المنسي يا زملكاويه، افرحوا يا زملكاويه، عيشوا الوهم يا زملكاويه، معانا اداره قويه واحنا للاسف مش قادرين نخلص اي حاجه. مستوانا في الدوري في المركز الخامس، في كل الالعاب الجماعيه مستوانا في قحط ورايحين لسلسله القحط، القلم الثاني على التوالي.
فيلم عنتر ولبلب بدأ بين الكابتن محمود الخطيب وما بين مرتضى منصور، وده القلم التاني. واستنى كتير يا معالم مستشار، طول ما انت مشغول بالافكار وبالقناه اللي على اليوتيوب اللي اتسرقت بالمناسبه. يعني عايزين نفهم، سعادتك هتعمل لنا فيديو يا افضل صانع محتوى وهتطلع تقول لنا معلش يا جمهور الزمالك، اصل النادي محجوز على ارصدته، واصل النادي فيه خراب، وممدوح عباس خرب النادي، وحسين لبيب ضيع جنش. يا عم فوق بقى، ارحمونا بقى، الجمهور زهق منكم. احنا قرفنا وزهقنا وطهقنا، احنا خلاص ما عدناش قادرين نستحمل تحفيل الاهلاويه علينا ليل ونهار. انتوا تتفاوضوا واحنا نخطب، انتوا تجروا واحنا نسبق، انتوا تجروا واحنا نلهط. ايه يا عم مرتضى، في ايه يا باشا؟ حس بينا شويه يحس بيك ربنا. يا عم ارحمنا من الذل والمهانه اللي احنا عايشين فيها على عهدك وعلى عصرك. يا عم الرحمه حلوه، الناس راحه تلعب كاس العالم وبتخلص صفقات عالميه والناس ماشيه صح، وسيادتك بتتهمهم بالفشل لما هم فاشلين. امال احنا نبقى ايه لما الناس دي ما بتعملش شغلها؟ امال سيادتك واللي معاك واللي حواليك دول ايه لما قناة الاهلي قناة فاشلة وبتضرب اخبار؟ امال شوية المطبلطية اللي عندنا يبقى ايه؟ اقول لك على حاجة، القندوسي اهلاوي. اقول لك على حاجه، القندوسي في الاهلي 4 سنين. اقول لك على حاجه، لا فيها دوري ولا كاس ولا افريقيا، ما عادش غير اسامه نبيه وشويه الخراب. وخليك عايش في السحر والاعمال والشعوذه، ولا الحق بقى الشيخ صالح خليه يشوف لنا الجن والاعمال اللي عاملينها. اصل احنا لازم يكون معمول لنا اعمال في سحر، في سحر يا اخوانا. الكابتن محمود الخطيب خطف القندوسي من الزمالك بالسحر. الكابتن محمود الخطيب طبعا استعان بمارد من الخرطوم عشان يخطف القندوسي. الرحمة حلوة، وشوف لك شيخ يهديك وشيخ كده يرقيك ويقول لك ابعد عن الخطيب وغني له، لان الخطيب داخل بتقله، مش هيرحم مش هيسمي. الخطيب هيذبح ويسلخ ويشفي. ولحد هنا بتنتهي حلقتنا، ويا رب تكون الحلقه نالت اعجابكم، ويا رب يصبر الزملكاويه على اللي ربنا بلانا بيهم. واللي لسه ما حطش اللايك فضلا منك وليس امرا حط اللايك، واللي لسه ما اشتركش في القناه فضلا منك وليس امرا اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وتكون واحد من افراد اسره ملعب افندي.